من كتاب أنا السر والسر مني للدكتور محمد رمضان الرفاعي الحسيني، بعنوان بوح السر. مشيئة سرت بها الأقدار، والسر باح بالأحرف، صحف حملت النور منذ الأزل، وقلوب غارقة بالوجد، وأنفاس بالذكر تعرج، والعاشق تائه في الملكوت، والعارف محترق بالأنوار، والواقف صامت في العبارات، والساجد مجتمع بالأصل. أجنحة انكسرت، وقلوب انفطرت، وروح سجنت في قالب الفخار، ووضعت كالأسير في وجوده، وأنا المحروم من أصلي، وأنا الحاضر عند غيابي. بشارات تاهت مني، وعبارات ضجرت مني، والحرف انصرف عني، لباسي به وراحتي فيه. أنا التائه عن الأنا، والعاشقون واقفون. نار تسعرت بأكباد تناجي، من كشف الستر عنهم تراهم قتلوا الحب، ثم قال ما قتلوه وما صلبوه، بل شبه لهم. أنا القتيل في حياتي، وأنا الميت في عباراتي، وأنا القاتل في وصفي، وأنا الحاكم في حالي، وأنا الأسير في هيامي. باب السر فيه أحمد، هو الأصل والوصل. البال هم سكنوا، وبالنور أضاءوا، والصلاة والسلام عليه وعليهم طول الزمان.